أهم الأسباب التي تجعل الذكاء الاصطناعي مهماً في مجال الصحافة تحليل البيانات الضخمة. يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة وسائل الإعلام في تحليل كميات هائلة من البيانات بشكل سريع وفعال. يمكن استخدامه لفحص الأخبار والمعلومات من مصادر متعددة وتحديد الاتجاهات والأنماط. تحسين عمليات البحث والتصنيف. يساعد الذكاء الاصطناعي في تحسين عمليات البحث والتصنيف للأخبار. يمكن استخدام تقنيات التعلم الآلي لتصنيف المحتوى وتسهيل الوصول إلى المعلومات ذات الصلة. إنتاج المحتوى. يمكن للذكاء الاصطناعي إنتاج مقالات صحفية بشكل آلي. تقنيات مثل توليد اللغة الطبيعية يمكنها إنتاج نصوص تشبه تلك التي يكتبها الصحفيون، مما يساعد في تقديم المزيد من المحتوى بشكل فعال. تحسين تجربة القراء. يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لفهم تفضيلات القراء وتوجيه المحتوى المناسب إليهم، مما يحسن تجربتهم عند تصفح الأخبار والمقالات. الكشف عن الأخبار الكاذبة. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون فعالاً في كشف الأخبار الكاذبة والتلاعب بالمعلومات. تقنيات التحليل اللغوي وكشف الأخبار المزيفة يمكن أن تساعد في التحقق من صحة المحتوى. التفاعل مع القراء. يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين التفاعل مع القراء، مثل توفير نصائح تحريرية ذكية أو توجيهات لتحسين جودة المحتوى.